السلام عليكم. فيديو فات لما قلت اتجوز اللي بتعرف تتونس معاها واتجوز اللي بتعرف تتونس معاها. فلما اتسألت ليه او ايه السبب، يعني هو في اسباب تانية. لان لو هي عندها ملكة انك تسمع كويس، انها تسمعك كويس، هتفهمك، تعرف تفاصيلك. وطالما فهمتك وعرفت تفاصيلك هتتقبلك. وطالما تقبلتك بكل مشاكلك بكل عيوبك هتعرف تعيش معاك. والعكس بالعكس طبعا. طالما هو سمعك كويس جدا يبقى هتقبلك. تقبلك يعني هرفش معاكي. الحياة بتتغير بعد الجواز. في أمور في الأول بتبقى شكلها حلو قوي وبتلمع وبراقة جدا. بعد الجواز لا، بتطفي. فبالتالي لو الملكة دي فضلت موجودة هي أثرت على نفسنا سنين كتير قوي في الجواز. سنين من الفهم، سنين من المشاركة. لأن الفهم هيؤدي لمشاركة جيدة. فعشان كده حتة إنك تلاقي اللي بيسمعك بيهتم يسمع تفاصيلك وبيسمعك سمع جيد، دي مش بسهولة على فكرة. يعني الملكة دي ممكن تبقى موجودة عند الراجل بس مش موجودة عند الست. فوانس لقيتوا الحتة دي بينكم انتوا الاتنين، جود لك. السلام عليكم.